اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ هناكل ايه النهارده؟ هنشوف مع بعض. هنبدأ بسم الله. عايزين ناكل محشي، فهجيبنا بدنجان وفلفل وورق عنب، وهنعمل محشي مع بعضينا. بجور البدنجان اهو. بقول لكم بالطريقه دي. واحده صاحبتي بتقول لي انت مش بتعملي كرنب في القناه ليه؟ انا ما بحبش اعمل الكرنب دلوقتي خالص. الكرنب اللي ما كانش في الشتاء ما يتاكلش، يبقى جاي من الغيط بالندى بتاعه كده ويبقى طعمه جميل وحلو، لكن دلوقتي ملوش لازمه، مش بيبقى مسكر زي الكرنب بتاع الشتاء. فانا بحب اعمل كل نوع محشي في اوانه. دلوقتي البدنجان والفلفل والكوسه ورق العنب، في الشتاء الكرنب معروف، فكل محشي له اوان بعمله في اوانه. بقول لكم هخلص الكمية كلها ونرجع مع بعض تاني. والفلفل اهو عملناه بالطريقة دي، ونحوش منه البذر اللي فيه، ولو الشنعوط بتاعها محيوش نقطعها بالسكينة. ايوه بالشكل ده. اهم حاجة الفلفلاية الحمرا دي في المحشي بتبقى طعمها حلو خالص. ايوه كده. المحشي البدنجان الابيض لو ناشفه نطريها شويه. بعد ما خلصناه جورناه كله، هنغسله كله تحت الحنفيه. نصفي الميه ونبدأ نغسل فيه، نغسل البدنجانة كويس من جوه ومن بره علشان ميبقاش فيها طعم مرارة كده ولا حاجة. ايوه كده. البنات الصغيرة اللي بيشوفوني في الشارع وبيقولوا لي حاجاتك حلوة بنعمل زيك اهو، يلا بقى ساعدوا ماما واعملوا المحشي زيي. عملهولكم بطريقة سهلة جدا النهاردة، ولا هنقف نحمر بصل ولا نخرط بالسكينة ونتعب. هتشوفوا دلوقتي طريقة سهلة جدا للمحشي، وطلع طعمه جميل والله وزي العسل. ايوه نغسل الفلفلايه كويس، بيبقى فيها تراب كده مش عارفين نوصله، نحاول فيها. بس كده خلصناه. هنغطيه بنفس الحله التانية ونركنه. وهنا جرطفنا الملوخيه، هغسلها برضو معاكم. نصفي الميه منها وناخد تاني غيرها. اوقات الميه بيبقى الضغط حلو، واوقات متبقاش نازله خالص. نغسل الملوخيه كويس ومن تحت لفوق، ونفضل نقلب فيها عشان تنزل التراب منها، بس ما ندوسش عليها علشان ما تتقطعش واحنا بنغسلها الورق بتاعها. حماتي جاية عندي النهاردة. كل مرة اعمل اكل واديهولها هناك البيت التاني. النهاردة قلت لها تعالي عندنا يا ماما، قالت ماشي هاجي. نغسل فيها كذا مرة عشان بيبقى فيها تراب. بس خلصنا. هنعمل ايه تاني؟
شايفين الطماطم؟ جبنا الطماطم بعد ما غسلناها كويس ونضفناها، هنقطع في الخلاط بصلتين، يعني ايه، نعمل حبيتين طماطم ونعمل بصلاية وشوية التوم دول، نص راس توم فصصناها وهنعملها كده بالشكل ده، نحطها في الخلاط برضو. يعني هنخلص البصلتين والطماطم على قد ما نملى درج الخلاط ونفرمه كله في الكبة، في درج الخلاط، اي حاجة. احنا جايبين الخلاط ليه ان شاء الله؟ عشان خاطر نعمل فيه كل حاجة. ايه اللي يخلينا نخرط بصل ونقف نجلي ومش عارف ايه؟ لا، كله نيف نيف الخلاط ويلا، ونكبه في الحلة يتسبك كله مع بعضيه، هيبقى احلى محشي، خفيف وما يتعبش، ولا مسبكات ولا مجلي ولا مش عارفه ايه. لا هيعجبكم ان شاء الله بالطريقة دي. خلصناهم بالشكل ده، حطينا شوية مية في الخلاط في الدورج يعني، ايوه كده، ونشغل. هنحط واحدة طماطم تاني عشان الدورج كان ملان جو وما شالش. طول ما احنا واقفين ننضف الخلاط، لو طار عليه نقطة مية او اي حاجة نلمح فيها، ما نخليش حاجة حوالينا مش نظيفة. بس معانا هنا حلة هننزل فيها بشوية زيت ومكعب دهنة لو انتوا بتحبوه، ايوه كده. هننزل بقى ايه بكل الخليط ده، البصل مع الثوم مع الطماطم، ننزل ايه على الزيت والحتة الدهنة اللي حطيناها. هنوقف الفيديو لما الأذان يخلص. مصمصنا الدورج بشوية مية ورحنا كبيناه تاني، ايوه كده. ما ننساش ذرة سكر. شايفين المكعب البنجر ده؟ انا هحطه هنا مع التسبيكة. انا ايام البنجر ما كان في السوق رخيص، جبته عملته وحطه، عملته زي مكعبات كده وحطيته في التلاجة، اي تسبيكة اعملها احط مكعب معاها. هنا عندنا ايه بقى، كم قطعة رومي طلعتهم من التلاجة، وبعد ما غسلتهم بالليمون والملح نغسلهم تاني من الليمون والملح اللي كنا حاطينه، وبعد كده هنشوف هنعمل ايه فيهم. ما ننساش نصبن ايدينا كويس، اهم حاجة بعد ما نستعمل نغسل الطيور او اي حاجة نصبن ايدينا، ونصبن ايوه الحنفية بالشكل ده. بس كده. انا حاطه ايوه المصفى على طبق تاني. هنا حلة فاضية ننزل فيها بيهم، وبعد كده نقطع عليهم ايه، بصلاية صغيرة، اي قطعة صغيرة كبيرة مش مشكلة. وفص واحد توم، وهنحط نص طماطمايه علشان احنا هنعمل ملوخية. لو زودت الطماطم عن كده الشوربة هيبقى لونها احمر، وبدل الملوخية تبقى لونها اخضر يبقى لونها احمر فهنحط قطعة صغيرة طماطم، وهننزل بالبهارات اللي احنا عاملينها مع بعض، ربع معلقة صغيرة برضو، ايوه هو بالشكل ده، وربع معلقة فلفل اسود، وخلاص على كده. نغطي عليها ونسيبها شوية تشيل وتحط مع البصلاية والطماطمية دي، وبعد كده هنكون ايه، هنغلي شوية مية على النار وننزل عليهم بيهم. بس كده هنسيبها.
هنا الملوخية بعد ما اتصفت شوية في المصفى، جبنا الفوطة دي انا مخصصاها للخضار، حطيتها على صينية وهننطر عليها ايه الملوخية بالشكل ده، ينشف شوية تحت المروحة او في اي مكان مش مشكلة لحد ما ينشف، وبعدين نبقى نخرطهم. ايوه كده. بس خلاص بعد ما سبناها شوية على النار مع البصلاية، رحت سخنت شوية مية ورحت كباهم عليهم، يا دوبك شوية المية جمع الجد بالظبط، وهنغطيها ونسيبها تغلي ونوطي عليها النار. وهنا التسبيكة شغالة معانا اهي، جميلة وحلوة. هنحط معلقة هريسة بس مش شطة، الفلفل البارد. ايوه كده، عشان هعمل المحشي كله في حلة واحدة النهاردة، مش لازم نحط شطة بقى. اتسبكت خالص اهي معانا، شايفين ولا باين ان احنا شايفين بقى السمنة على الوش والزيت بتاعها على الوش، وما شاء الله عليها، ولا جلينا ولا اي حاجة. معانا كمون ومعانا كزبرة ومعانا فلفل اسود، نزلنا على التسبيكة بيه، ومعلقة ملح كبيرة. ايوه كده. اهو كله ني في ني، وفي الاخر بقى اللون والطعم تحفة، ولا باين ان احنا مجليين ولا مش مجليين. غسلنا الرز وهننزل على التسبيكة. ايوه كده. كده بنسهل موضوع المحشي، ما خدش معايا وقت ولا حاجة، طول ما احنا مرتبين. بدأنا نجور الاول، غسلناه، شوف طشطشت مني على البوتاجاز بلمعه عشان ما يلزقش فيه ولا حاجة. الدهون لما بتلزق بتبقى صعب بعد كده تطلع. نشوح شوية يتشرب من التسبيكة دي، وبعدين نطفي عليه. اها هنزود هنا ملح، نملح الشوربة. ايوه كده، داخلة على سوا اهو. بس جلبنا الرز شوية خلاص اتشرب من التسبيكة بتاعته، هنروح طافين عليه النار، ونجلنا حلة الشوربة اللحمة ورا، وجبنا طبق صغير حطينا فيه شوية مية يسخنوا، ونزلنا عليه بنقطة زيت، وجايبين ورق عنب حاطينه في الفريزر، فكيته هننزل فيه. طبعا مش هيتفك مني غير لو نزل المية، حاجاش اكون مطلعاه من بدري، وانا مش مطلعاه من بدري، يا دوبك مطلعاه دلوقتي، كنت ناسياهم. هنقطع الخضرة شبت وكزبرة، وما ننساش نص معلقة نعناع ناشف، يا اما نعناع اخضر عودين، ونقطعهم مع الخضرة دي، بيبقى حلو في المحشي. هنعملهم قطع صغيرة بالشكل ده. النعناع اهو. بعد ما طفينا النار وحشنا الحلة من على النار والرز هدي شوية، رحنا ايه قلبنا الخضار فيه عشان الخضار ما يسودش، وعشان يبقى باين. لو حطيناه وهو سخن هيسود ومش هيبان في الرز خالص. الرز بقت هننزل في ايه حلة تاني، علشان الحلة دي انا هحشي فيها على طول، مش لازم ايه اعمل حلة تاني للحشي ولا حاجة، لا، ومش هغسلها عشان هي مفيهاش حاجة انها تتغسل غير ايه مكان الصلصة، وده خسارة يعني اغسل وحاجة حلوة. بدأنا نحشي اهو، نحشي البدنجان الاول، وبعد كده الفلفل. ولما الحلة تجرب تتملي خلاص، هجيب طبق احطه تحت الحلة اميلها، علشان خاطر انزل على البدنجان والفلفل كله اوقفه في الحلة.
وهنعمل برضو ورق عنب في نفس الحلة، مش هنعمل كل حاجة في حلة واحدة، لا كلهم في حلة، كله يتطعم من بعضه ويبقى طعمه حلو. هنحشي كام واحدة فلفل برضو. والرز احمر وجميل اهو. البنجر على فكرة طعمه مش بيبقى باين في الاكل، لكن مفعوله واللون بيخلي التسبيكة حمرا وحلوة. والهريسة برضو خلصنا حشو كل الحلة بالشكل ده، ورق عنب مع فلفل مع بدنجان. هنحط الشوربة ونولع عليها النار. انا كده ولعت النار عليه، بعد كده يغلغل وهديها. ايوه كده. اول ما ميل الحله الاقي الشوربه باينه، خلاص اعرف ان استكفيت كده. هنخرط الملوخيه. واحده واحده وخطوه خطوه تلاقي نفسك خلصتي، ومفيش اي حاجه ولا حاجه صعبه ولا حاجه. خلصنا حمرنا الرومي، ورشيت عليه رشه ملح ورشه فلفل اسود بسيطه. حمرته في قطعه سمنه، ما دخلتوش الفرن. وهنا معانا الشوربة بتاع الملوخية، نزلنا فيها بربع معلقة توم مفروم. وهنا الطاسة التانية مكان ما حمرت لقيت السمنة كويسة وحلوة، فروحت زودتها ونزلت على التوم المفروم، ونعمل الطشة للملوخية. ايوه هندوب نفكك الملوخية. لو مرة عملتها المضرب اليدوي، فككتها بيه، بصيت لقيتها عملت ريمة بيضة. لا، فما ينفعش ليه نستعمل المضرب، عشان ما تعملش تريم معانا وتعمل ريمة. لا، خلينا كده بالكبشة ونفككها كلها. اول ما الشوربة هتغلي عليها نبص نلاقيها خلاص اتفكت وبقت حلوة. تخلوا القوام بتاعها حلو وتقيل، ما تخلوهاش خفيفة. والتومة هنا على النار هتصفر، وننزل عليها بنص معلقة كزبرة. ايوه كده. بس كده. خلص التومة كلها من الطاسة، وخلاص خلصنا. المحشي معانا اهو استوى. استوى بقى جميل والله، مفلفل واحمر وحلو خالص. كانت حماتي جات، هنغرف في الاكل ونتغدى مع بعضينا. كان احلى غدا، بألف هنا يا رب. المحشي اهو نازل يتجحرد من الحل، مفيش واحدة لازقة في التانية. واحمر ومفلفل وجميل. لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ حطوا لايك. الله.